صحاب البايكر صباح الفل عليكم، تعالوا عيشكوا يوم طرش الطرش يا صحاب At البايكرز. Bikers طبعا احنا Code. كنا Follow في now. الايفنت اللي هو معمول في اسكندريه بتاع الميجا، والايفنت طبعا عايز اقول لكم كان فيه، بصوا يا جماعه، كل الجروبات الجامده جدا اللي موجوده في مصر. وعايز اقول لكم بقى البايكرز كوم اسكندريه من محافظات كتيره جدا، لدرجه ان كان في ناس جايه من اسيوط وناس جايه من الغردقه ومن القاهره ومن كل محافظات مصر. وطبعا كل الفرق بقى كانت جايه، وعملنا حته دين ايفنت يا جماعه. بجد ايه اللي ما جاش الايفنت بجد بجد فاته كتير. في الاساس طبعا احنا كنا متجمعين كفرق موتوسيكلات وفرق عربيات علشان نعمل ايفنت خيري، ان احنا ندعم مستشفى اسمها مستشفى الامل. المستشفى ديت يا جماعه هي في الاساس بتعالج بالمجان تماما. علشان كده احنا حبينا ان احنا نتجمع علشان نقدر نوصل صوت المستشفى ديت لاكبر عدد من الناس، وان احنا كمان نقدر نحاول ان احنا نكون مؤثرين في مجتمعنا ونساعد طبعا المستشفى ديت. تعالوا بقى افرجكم على البايكس اللي كانت معانا في الايفنت، وتعالوا ابهركم واوريكم حاجات بقى في الخيال. هنا بقى الجولد وينج طبعا، مش محتاج يعني ان انا اتكلم عنه. طبعا حاجه وهم يا جماعه، طياره الله اكبر. طبعا يعني الوينجات دي في حته لوحدها. طبعا عايز اقول لكم بقى، كان في بايكس بامانه، يعني انا شخصيا كان في بايكس اول مره اشوفها في حياتي، بامانه الله. كابتننا هنا جمال الاسكندراني طبعا منور الدنيا كلها، منور اسكندريه. كابتن اشرف جابر حبيبنا وابونا وقائدنا طبعا، منورين الدنيا والله العظيم. عايز اقول لكم يا جماعه، طبعا الفرق بصوا بقى قعدت واتبسطنا يا جماعه. وطبعا كنا هنا، احنا كنا في مكان التجمع لسه بقى ما اتحركناش، يعني لسه بقى هنعمل ايفنت في اسكندريه وكده. ايمن طبعا موتو فلوج حبيبي وصديقي واخويا الكبير، وبصوا يا جماعه من احسن الناس اللي انا عرفتها في المجال دوت. يعني بجد انا بعتبره اكتر من اخويا الكبير، بجد يعني. هنا بقى الجزء بتاع اليكس رايدرز كلاب، اللي هو الفريق بتاعي تمام. ده طبعا السكوتر بتاعي صنفور، طبعا كان منور الدنيا بقى. وديت الموتوسيكلات طبعا ايه، طبعا احنا نعتبر الفئه المتوسطه، يعني نعتبر احنا الفريق اللي بيمثل الفئه المتوسطه. يعني زي ما انتم عارفين الموتوسيكلات طبعا فئات، في فئه الكروزرز، في فئه الريسز، في فئه مثلا اللي هي زي الجولد وينج وهكذا يعني. احنا نعتبر الفئه المتوسطه تمام، اللي هي فئه السكوترز مثلا من اول ال 150 لحد الايه ال 300. طبعا ده بقى الفوتوغرافر اللي كان طالع معانا، عايز اقول لكم عمل شغل جامد جدا. هنا بقى ده فريق الهوك ايز بقياده كابتن ابراهيم عبد الله، ابويا بجد واخويا الكبير وبجد يعني حبيبي. ده كابتن معتز طبعا، غني عن التعريف. طبعا كابتن ابراهيم عبد الله ده يا جماعه اللي هو القائد. ده طبعا كابتن زونتس من احسن الكباتن اللي انا عرفتها في المجال دوت. ده كابتن سعيد وكابتن سندباد مصر اللي لف مصر كلها. كابتن سعيد طبعا ده يعتبر ابويا بقى، يعني عايز اقول لكم يا جماعه حد مفيش زيه بقى في الطيبه والجدعنه وكل حاجه بامان. تعالوا بقى نتفرج شويه كده على الايه البايكس بقى اللي كانت موجوده. وطبعا بقى عايز اقول لكم كمان اكتوبر تيونرز كانوا موجودين بقى، وعربيات معدله وحاجه بقى وهم. بصوا بقى الايه الدخول الرايق بقى، بصوا بقى الدخول الرايق بقى بتاع اكتوبر تيونرز بقى. حاجه ايه، عايز اقول لكم عربيات، يا خرابي يا خرابي على الجمدان، يا خرابي بجد، يعني عربيات وهميه. ولا بقى الفورميشن ده كله بقى كعربيات وموتوسيكلات اتحرك بقى على البحر. يا يعني عايز اقول لكم اللي ما جاش الايفنت بجد يعني فاتوا كتير، فاتوا كتير. ديناصورات داخله، ديناصورات داخله الايفنت، الله اكبر بجد. على الجنبين بقى زي ما انتم شايفين كده رصينا بقى الموتوسيكلات عشان نعمل شكل جمالي. عايز اقول لكم المنظر يا جماعه بجد كان جميل جدا، لدرجه واحنا ماشيين على البحر الناس كانت واقفه كده في البلكونات بتصورنا، واللي معدي جنبنا. وطبعا بقى كل الناس واقفه كده على البحر على الصفين بيصوروا الايفنت. آه كانت حاجه جميله قوي بجد، كانت حاجه جميله جدا جدا يا جماعه بجد. وبجد عاش البايكرز، عاش طبعا كل الكار درايفرز اللي شاركوا، عاش كل الناس وكل اللي دعم الايفنت دوت ان هو يطلع بالشكل دوت. بجد يا جماعه كان ايفنت مشرف جدا جدا جدا، والحمد لله قدرنا ان احنا نساعد مستشفى الامل. وربنا طبعا يديم جمعنا على خير يا رب، ودايما ان احنا نكون متجمعين، ودايما ان احنا نكون مؤثرين في مجتمعنا. لحد هنا بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بس استنى شوف اخر حتة وشوف البهجة والجمال.